ركز كويس قوي في كل كلمة هقولها في الفيديو ده، علشان هتنفعك في حياتك وهتريحك نفسيا بإذن الله. مش كل اللي بينك وبينهم دم يبقوا أهل بجد، ومش كل قريب نيته خير من ناحيتك ولا قلبه أبيض وصافي من ناحيتك. في قرايب بيتغيروا أول لما يشوفوك بتقف على رجليك وبتنجح وبتتقدم، والفرح اللي كان باين في عيونهم بيتبدل لغل وبيطلع في صورة نصيحة مسمومة، ويقللوا من قدراتك ويشككوا في كل حاجة انت بتعملها، ودايما يدولك إحباط مستمر. النوع ده ما بيحبش يشوفك مرتاح ولا سابق بخطوة، ووجوده في حياتك هو استنزاف للروح مش صلة رحم. لأن صلة الرحم عمرها ما كانت أذى ولا وجع ولا تحطيم نفس ولا كسر خاطر تحت مسمى القرابة. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك تفضل قريب من اللي بيأذيك، ولا تعيش مضغوط علشان انت بس بتحب الشخص ده، لكن هو من جواه بيكنلك كل ضغينة وحقد وغل، وفي الآخر هو اسمه قريبك. في فرق كبير قوي بين البر والاستسلام، وبين الصلة وبين التضحية. وده مش معناه ان انا بقولك انك تقطع صلة الرحم، لا بالعكس. في ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل انك تبعد بسكوت، لا تغلط ولا تقول ولا تبرر ولا تعمل اي حاجة خالص تضايق اي حد منك. ابعد واسكت وبس، وما تتكلمش. هو ده الهجر الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. فده معناه ان انت بتحمي نفسك وبتحمي صحتك النفسية، وبتبعد عن الاشخاص السامين اللي موجودين في حياتك، اللي انت كنت متخيل ان هم هيبقوا مبسوطين وفرحانين عشان نجاحك. فخليك دايما واعي وفاهم ان اللي حواليك مش كلهم بيحبوك، ومش كلهم عايزين لك الخير. فخليك ذكي وواعي، وخد بالك من الناس اللي حواليك، وابعد وانت هادي، وابعد وانت مش متضايق من حد. وخليك فاكر حاجة مهمة قوي: ان اي شخص بيحبك من قلبه صدقني هيبان في افعاله، وهيبان قوي 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 وهو بيتكلم معاك. فخد بالك من الاشخاص اللي حواليك، وابعد بسكوت، وما تكملش مع اي شخص بيأذيك نفسيا. خليك فاكر كلامي كويس. سلام عليكم.